ازاي تطولي شعرك؟ انكم حبيتوا السلسله دي جدا فاحنا مكملين فيها، نمسك سبب ونعالجه مع بعض. ودي هتكون أهم نصيحة في السنة الجديدة، وده بارت 13. قالت انك حللتي واتضح ان عندك تساقط شعر هرموني بسبب تكيسات المبايض. حل ده ازاي؟ لو عندك لخبطة هرمونات فهي قادرة ان هي تبوظ لك كل حاجة، تساقط للشعر، حبوب، قلة طاقة. تعالي اقولك على شوية حاجات لو عملتيهم هيقلل لك المشاكل دي بنسبة 80%. واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، كده هتاخدي انيسيتول، حسن عندك مقاومة الانسولين، فبالتالي هتلاقي الهرمونات بدأت تظبط معاكي جدا. اتنين، بيقلل هرمون الذكورة اللي هو اصلا المسؤول عن التساقط الهرموني الموجود عندك ده، وكمان هيقللك الاكني الموجودة في بشرتك ومشاكل كتير جدا بيسبب. تلاتة، هيوازن حياة نمو الشعراية، فهيزود مرحلة النمو بتاعت الشعراية، فهتلاحظي ان شعرك بيطول بشكل احسن بكتير. تحسن بيحصل في خلال شهر ونص لشهرين. كورس العلاج مش اقل من 3 شهور، عشان ما تاخدهوش شهر وتوقفي وتقولي انا ما شفتش نتيجه. النستول بيقلل تساقط الشعر الهرموني، ركزوا في النقطه دي كويس جدا، عشان في ناس سالتني هل ينفع استخدمه لو ما عنديش تكيسات مبايض والتساقط بسبب حاجه تانية؟ لا طبعا، هو بيعالج تساقط الشعر الهرموني يا جماعه، اي علاقه لو انت عندك تساقط بسبب نقص فيتامينات او حاجه تانية. بجانب العلاج هقولك على 4 حاجات لو عملتيهم بجد هيحسنوا معاكي الموضوع قوي. اول حاجه، اكلك قليلي سكريات ونشويات وزودي البروتين. اتنين، الحركة والرياضة مهمين جدا، خاصة تمارين المقاومة بتحسن جدا حساسية العضلات للانسولين، تظبط عندك الهرمونات بشكل مش طبيعي. العاب الرياضة حتى لو نص ساعة في اليوم هتكون كافية جدا. ثلاثة، في التساقط الهرموني بالذات خلي بالك من نقص العناصر اللي عندك، فيتامين د، الفيروتين، الزنك، فيتامين بي 12. اكدي ان ما عندكيش نقص في الحاجات دي كلها، ولو عندك نقص ابدأي خدي مكملات، تاخديش المالتي فيتامينز، شوفي الحاجه اللي عندك فيها نقص وخديها. يعني عندك نقص في الفيريتين، السيروم فيريتين، يبقى لا خدي حديد. عندك مشكله في امتصاص الحديد، انا كنت نزلت قبل كده اكياس بتاعه برافوتين كويسه جدا. بالك لو فيتامين د واقع عندك بيسبب مشاكل كتير جدا، فخدي بالك عشان لو عندك نقص شديد فيه لازم تعالجيه الاول. 4، نوم مهم جدا، وتنامي 8 ساعات بالليل عشان يظبط عندك هرمون الكورتيزول ويقل شويه بدل ما هو رافع في السماء ومسبب لك مشاكل كتير جدا. نكمل الفيديو الجاي.